هاد السيمانه هادي تصنت واحد التصريح ديال وليد الركراكي من بعد القرعه ديال لاكان، واللي خلى لينا فيها واحد الميساج حنايا كاملين كجمهور كصحافه كاعلاميين ولا حتى اللعابه. شنو نقدروا نديروا باش نعاونوا المنتخب ديالنا؟ تصنتوا للتصريح. شنو الرساله اللي بغيتي توجهها للجمهور المغربي؟ لا، الرسالة جاوبت. واحد صحفي قال لي واش لا بريسيون غتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. قلت سافا ديبوندر اول حاجة ديال الجمهور، ديال الصحفيين حتى ديالنا، ديال الناس اللي كيبغيو هذا المنتخب. واش باغيين الكاس تبقى بين ركراكي مع ركراكي ولا لا، ولا بغينا خصنا نكونوا كاملين مور هاد الفرقة نشجعوها نكونوا بوزيتيف. الركراكي هضر في التصريح ديالو على الضغط، لا بريسيون. الضغط الا كان في واحد لا دوز اللي هي اوبتيمال اللي هي مزيانه، يمكن يكون هو هذيك الانرجي اللي كتزيد تحمس اللعابه، تحفزهم وتزيدهم الثقه في النفس، وهذه هي اللي كتسمى بلا بريسيون بوزيتيف، الضغط الايجابي. بالعكس، فاش الضغط اللي كيجي من برا كيكون زايد على حده، ومن اللاعب كيولي خايف بانه اي خطا اي خساره غادي تولي تشاف وكانها اخفاق كبير، هذاك الضغط كيتحول من الضغط اللي هو ايجابي كيعاون اللعابه لضغط سلبي. اظن انه الميساج ديال وليد الركراكي كان واضح. من واحد الجهه اللعابه ستاف جميعا غادي دير الخدمه اللي عليها، ومن جهه الاخرى حنايا كجمهور وكاعلام خصنا نعاونوهم ونساندوهم، وما نخليوش الانتقادات والضغط يزيدوا على حدهم حتى يوليو سلبيين. ديما مغرب، تشاو، على بروسيما.